عندك المايونيز وعندك نشا الذرة، يبقى انت عندك كنز في بيتك هيغنيكي عن كريمات الغالية الثمن اللي بندفع فيها فلوس على امل التبييض والتفتيح والتخلص من التصبغات. النهارده بالمكونين دول فقط هنعمل اقوى وصفة للتفتيح. عايزة بس منكم ان انتوا تركزوا، هي وصفة صغيرة جدا بمكونين 2 فقط، ولكن قادرين جدا يرجعوا لبشرتك شبابهم. حتى لو عديتي ال60 سنة هيرجعك بنت 18 سنة حرفيا. انا مش ببالغ، وانتوا هتشوفوا النتيجة مش من تالت مرة ولا رابع مرة، النتيجة بأمر الله من اول استعمال. بشرة طرية زي بشرة الكيكة، ناعمة كالحرير، وهتتخلصي من التجاعيد، بالاضافة ان هي هتديكي تبييض مضاعف يوصل معاكي ل7 درجات. تعالوا نتعرف هنعمل بيهم ايه. ولكن حبيبة قلبي، اول مرة تشوفيني فيسعدني انضمامك في قناتي بالضغط على الزر الاحمر زر الاشتراك وتفعيل علامة التنبيهات على الكل، وفضلا حبيبة قلبي وليس امر اللايك للفيديو. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. المكون الاول زي ما قلت لكم ان هي بمكونين 2 فقط. المكون الاول اللي هعتمد هنا على المايونيز. الافضل والصراحة للاحسن يعني المايونيز اللي هو بيتعمل في البيت، اللي هو بيبقى مصنوع في البيت، بيكون اكتر مفيد لانه بيبقى معمول من البيض والحليب وزيت الصويا، وبتبقى كلها مواد مفيدة للبشرة، فهيكون احسن ليكي. مش موجودة عندك جيبي اللي هو بتاع الشارع، سواء الاكياس اللي هي بتبقى بالشكل ده او اللي هي بتبقى في برطمان. طيب لو انا هستخدم اللي في البرطمان هستخدم منه قد ايه؟ بستخدم منه حوالي اللهم صل على الحبيب المصطفى، حوالي معلقة تكون كبيرة مليانة بالشكل ده. المكون التاني اللي هستخدم هنا نشا الذرة او الكورن فلاور، وده من الحاجات اللي حرفيا تحفة قوي للبشرة. اعتبريه زي ما تعتبريه، انا بقى بعتبره بديل للفيلر. البوتوكس والفيلر الحاجات اللي بتخرب الدنيا وبترفع الحواجب تشعلقها لحد راسك فوق والحاجات المدمرة، لا. النشا من اقوى الحاجات اللي ربنا خلقها لشد البشرة، لتفتيح البشرة، للتخلص من الزيوت الدهنية اللي بتبقى موجودة واللي بتكون سبب رئيسي في ظهور التجاعيد. كل اللي انا محتاجاه هو اني بضيف معلقة صغيرة ممسوحة من نشا الذرة او الكورن فلاور، وابدأ في خلط المكونات بالشكل ده. شايفين؟ بس هو ده اللي احنا محتاجينه. هتقولي هم المكونين دول هيفتحوا بشرتي؟ ايوه هيفتحوا بشرتك، هيشيلوا الاثار الحبوب، هيخلي اول نتيجة هتلاحظيها بشرة ناعمة زي بشرة البيبيهات، ملمس كريمي، ملمس ناعم حرير، مفيهوش تكتلات، ترطيب، نعومة، شد بشرة، رفع خدود مترهلة، فيها كل اللي انت محتاجاه. كل حاجة اللي انت بتعمليه تحطيها على وجهك يكون نضيف. ما تنسيش منطقة الرقبة لو فيها تجاعيد، ايديكي لو فيها كرمشة ابدأي وزعيها على ايديكي، وبس كده. تحط على بشرة تكون نضيفة، تكون جافة تماما، ما يكونش فيها مية ولا زيوت ولا كريمات ولا حاجة من الحاجات دي. توزعي بالتساوي سواء بايديكي، بس ايديكي تكوني غسلاها وتكون نضيفة، او باستخدام فرشة تكون مخصصة للوصفات الطبيعية. اتركيه حوالي 20-25 دقيقة واشطفي بيه بشرتك. تستخدميه مرتين في الأسبوع، ممكن 3 كمان. مش هيضر أبدا، بالعكس مفيد، مغذي، وبيمد بشرتك بالفيتامينات، وبيرطب، ومناسب لكل أنواع البشرة، حتى أصحاب البشرة الدهنية يقدروا يستفادوا منها. لايك، شير، سبسكرايب، واكتبي لي بقى، يعني سيبي لي قلوب بقى حلوة كده عشان تفرحني وتسعدني، واعملي لايكات وشير الفيديو، ما توقفوش عندك، انشريه في اكبر جروبات الوطن العربي لكي تعم الفائدة. اشوفكم في حلقة جديدة على خير، وما تنسوش اللايك والشير.